بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يتما يسمع كالعادة فيديوهات إذا من تقربدا يتعلق حول نسبة تقارس ومن بعد لغد خنق من خصها منينية في إطار فيديوهات نيذا ومنتج حول الموضوع الحراك يتوقع عن غانغ ذي عريف من خسانيني بأنه ذني مجموعة الإخوان الفرنسيين مجموعة الفيديوهات تأكدا بأنه نهنية وجين بذي انفصاليين بأنه نهنية ذي مغربيين ذي حقيقيين ذي حاريين وغاس نقول علاقة الانفصال بأن الملفات نسن الاجتماعي بأن ملفات نسن هو فقط ملف اجتماعي تاع المستشفيات تاع الخدمات تاع المسائلية تاع الشين مرة من خص هذين غي ثمايا بأنه كيسن المطالب الاجتماعية وفي نفس الوقت بأنه الملفات نسن هي ملفات مشروعة ويجب مرة إذن خاص ندافع الملفات إلا أنه نقاغس يوذان يتفغن ديال الحراك الحسيمة الحراك يجا ديال نتصل التضليلات وناس ديال نتصل الأبعاد ديال وناس من خص غادي بأنه حيني غتفغن الشارع حنا غتفقنا الشارع وذني بالمشكل تكسير الاعلام الجمهوريه 21 وذني بالمشكله تكسير الاعلام الثقافه الامازيغيه لان سيمانتينو كسيختن الا انه ونزمار نقل الاهانه الى العالم الوطني المغربي. لهذا ما مشني غنشري مجموعه من اللقاءات ومجموعه الحوارات بانه العالم الوطني المغربي يتغيما ذا العالم الدولة وبأن العالم الثقافة الأمازيغية يتغيما ذا العالم الثقافة وذا الهوية وكذلك العالم الجمهورية 21 يتغيما ذا العالم التاريخ التاريخ الأجداد الشغرة وغنغبو ذيس المشكل إلا أن هناك من خص غادي نيغ وأن هناك مجموعة يوذان إذا غي تدفن ذير وسط المطالب المشروعة تاعت مرة إيريفيين وهو تحسين وتطوير المنطقة إلى ما هو أحسن، يعني تطوير المنطقة في الميدان الصحي في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي. إن المطالب مشروعة تاعت مرة يوذن ولا أظن بأن ذا فنشان يجن يتعارض مع هذه المطالب، ولكن حنا غادا في ميجن السيد يهين الملك ويهين الأسرة الحاكمة ذا الوطن ويهين العالم الوطني. ما تر معنى السيدة هذا غي يسبليكاوها من يخسديني الشغرة يخسديني بأنه أنت رجل انفصالي نهار ما يسخرق في ذا سنين لا بحنا وتحترم ذو الشرعية بحنا وتحترم ذو مهنش متعنا هايتاتي يعني يشكيج الإنسان متتعب تتعب خاك حكم من وذين تتعب خاك حكم شنو وذين غادي تخصن فهمي وإذا عزوز خاك يحكم واخا من خص غاديني غدا تاتيا الشباب الشباب واخا زيت مثلا الحسيمه بدل ضيع الوقت للحراك وتتمشى بانه ذي الاقليم النوم وهو اقليم النغنيت نعريف وهو اقليم الناظور بانه غانغيج المشروع يمغار سوطاس وهو الميناء الغرب المتوسط. ماذا الزمنيين شي منطقي دي دوق من ذي المسائل يا اخوان ذي المسائل غجا وذا بغيتو نبغيش المسائل خصنا الشباب المثقف الشباب الواعي هذه يبدا صاص طلبات من التوظيف ديال الميناء الغرب المتوسطي خصوصا بانه والنيغرين هاد الصاص الملف الناس غالا يمبي المكتب الوطني للموانئ هذا راح هذه يسجل هذه لي كونكور ديال المسائل بوغ لا بريباراسيون دو لا جونيس حما اتاوي المسائل الاداريه وكذلك قد حوايج تقنيين هاد حوايج ندير تراكسات هاد حوايج مجموعه المسائل. اذا مثلا الزوم نقيم ضياع الوقت ذي الخاويات الحراك من الشارع انج وهو ادسني وذان زباره هذا نصاصن الملفات نسن غانغدين تتيحوا ما يوذان الخدمه الملك يقول ان شاء الله الرحمن الرحيم ربما باذن الله الكريم مثلا خذي ربي على خير دي ماي المقبل هذه غانغدين تتي الميناء الغرب المتوسط انا عامين 3 سنين هذه المؤسسه تنسب ذا الخدمه ما نسغ هندناوي مالو هندناوي زين نظاني زيار الريف كني والشباب كني والشابات كني والاحرار
يومي غتجمي مشانا تجمي وذاني غدا سنزي مناطق النغنيتي جاك تسمى التجربه لهذا تتغزايهم اتصاصم الملف فهنهم زيرخو وبدلا بانه اتقم الحراكات ذي مسائل الشارع ادعوكم بان تقم الحراك بانه تستخدم ما يفوق 75% دي ابناء الريف في الميناء الغرب المتوسطي مثلا اقنش صدق ذي بلينصا في مدينة بلينصا، ولكن أظن بأنه ذي النواحي البويفاث هو ذا سي الحسيمة بلينصا، فلماذا لا شبابنا وخدمنا شاذين هذا صاص الملف نخدم ديالنا من أجل امتصاص البطالة إجا غنغطاس ذي المنطقة التهميش كيوم ذي المنطقة المسألة التهميش، ولكن شقي ضد نوم ضد كل من يدعو للانفصال، ضد كل من يدعو لزعزعة استقرار المنطقة. تغناهم بالضبط بأنه فحنجاه الوقت يعني خديجة شنتو فيه النية مدعومة من قبل المخابرات الجزائرية ونصاصهم بالوثائق ذي الفيسبوكينو حما نتزعم بأنه غادي بسكرات غادي يتصل المسائل أخرى في الطريقة سميزي تقتح مني غاهم كذلك بأن المخابرات الإسبانية توذف غلمع معايا وجاج الحوار كذي وذن باش لصقان من بعض الاخوان ربما وسنا وجهت نظر مغسلين بانه قاين ديال المخابرات الاسبانيه ربما وسن بانه اذا نزل المخابرات لان المخابرات الاسبانيه تغتا كيسن وحوارث وفي قيمه كيسن ونسكاو دين التصاور وفي نفس الوقت نهار خص غدو مينيغ بان اذا 18 الحراك 18 سبتمبر كاين السلم ثاني مليح من عنان مجموعة يوذان فاشلين يقودهم أحد مجموعة الأباطرة المافيا للتهريب الدولي للمخدرات ماينا غير ذن دي السولس اسمنا الريف أين هما ما نسكن لي زنتيليكتويل الريف ما نسكن الطبقة المثقفة ما نسكن يوذان زمان السويان المسائل غزة ما نسكن كلهم يراقبون وغير راضون على ما يعيشه الريف الذي النظام الذي الحسيمة خويا نخصدوا من الإخوانين بصدق وبكل عزيمة كفانا من الطرهات كفانا من اللعب بالنار وأدعو الجميع بأن يلتحق بمنازله وفي نفس الوقت أدعو الشباب أن يعدوا ملفاتهم قصد تسليمها لأماكن العمل وانت تشابه ان يجن حاجه نغلي بان الاستثمارات ديال الحسيمه نهارها غنغنعم سيدي حوالي 200 الف متر كوب تقريبا البيتون امبريمي غنزي السيرات المجموعه المسائل ديال مجموعه المناطق الحسيمه غانغ تقريبا 10 الملاعب شوشبه اقليم الحسيمه غانغ مجموعه المسائل نغنيتي غادا اقليم المشاريع القادمه اقليم الحسيمه ولكن في نفس الوقت نشين ما نوفى بانه مثلا الميناء المتوسط اقليم النظار قد يستخدم البثار والنظار وها ماشي مي غادي ناوي وذانا ناوي الهجرات الجديد زي مناطق النغنيت لماذا ابناء الحسيمه لا يقدمون ملفاتهم غير المكتب الموانئ لاين بي حما ذا يستخدم هنا ما راه غنغبوا الاطر الكافيه سنتين لثلاث سنين نسوجد حرام النغ هنا حما هنا غيسويان الميناء الغرب المتوسطي شنو غنغبوا الفرق جا مدينه الحسيمه نظام الدريوش نعرف نغي كمرني اي منطقه في المغرب ولكن في نفس الوقت نشي نلقى بان كل جنس زهار ولا المغرب هذا يخدم ذي معنص هذا يخدم ذي معنخ وما نسلقش زي الهجره وفي نفس الوقت نخلق الثروه لهذا ايتما ونضيع بور وقت مضيعة الوقت ذي مسائل تافهة خصنا نركز النقاط الأساسية النقاط اللي إذا غيويين الفلاح والنجاح بدل ذي النقط إذا غيويين النقط إذا غيويين الدمار التلاشي الصراعات اللي جارانا خص هذا سيني جموار يمثل الزفزافين وزما اذكر الطريقه سميزي تقدشك الاهانات هذا المسائل هنا وين بجوكر شي دا يتهدد نسلقات المسائل وتصن حوايج نغلط مش لا معليش ولكن في نفس الوقت من غاديش غيني الاخ الزفزافي بانه تزاير شتني يتوغاكيك ياك مش لا اتهمك انت بالعماله للمخابرات الجزائريه ولكن او المخابرات الاسبانيه ولكن اقول لك وكذلك لأصدقائك يثماش بأنه تم استهدافكم وتم اختراقكم من قبل المخابرات الجزائرية وكذلك المخابرات الإسبانية وهنا كذلك تم اختراقكم من قبل الانفصاليين الموجودين في مدينة هولندا وبلجيكا وإسبانيا
هذا الكلام الذي أنت نفيته جملة وتفصيلا وقلت بأنك لست بانفصالي، وأحيي فيك هذه الجرأة عندما تقول أنك لست بانفصالي. ولكن هل يمكنك أن ترفع العلم الوطني المغربي؟ هل يمكنك أن ترفع العلم الوطني المغربي؟ هل يمكنك ألا تهين مؤسسات الدولة؟ هل يمكنك ألا تهين رموز الدولة؟ فإن هذه الأفعال هي التي تشكك في مصداقيتكم، هذه الأفعال هي التي تشكك في نواياكم، هذه الأفعال هي التي تؤكد بأنكم مدفوعون من الخارج. ونحن نعلم علم اليقين بأن هناك جهات خارجية تدفعكم لهذه الأعمال التي يمكنها وأكيد تشوه سمعة المطالب الاجتماعية التي تطالبون بها، وهي مطالب حقة تستحقونها ونستحقها معكم. حيث أنكم إن طالبتم بمستشفى، هل تظنني أن أكون أنا ضد بناء مستشفى في مدينة الحسيمة وأنا أزور مدينة الحسيمة وكذلك مدينة تطوان ومجموعة، وطريقي عندما أسافر مدينة الحسيمة أمر عبر مدينة، عند طريقي إلى مدينة تطوان أمر إلى مدينة الحسيمة؟ هل تتصور معي؟ أقول لك شيئا، تصور معي بأنه نشد طريق المدينة تطوان وقعت لي حادثة سير بالقرب من مدينة الحسيمة، واش غادي يردوني للناظور؟ واش غادي يردوني للناظور؟ انا غادي يدوني للمستشفى ديال الحسيمه، وانا اذا هنايا ما لقيتش المؤسسه واجده باش تقوم لي بالعلاج راه يمكن لي غادي نمشي فيها. اذا المستشفى ما غاديش تديها لا انت لا انا لا الاخر، فانني معك في المطالب ديال المستشفى، فانني معك في المطالب ديال الجامعه، فانني معك في المطالب. انت شكون اللي وقف لوتوروت عند مدينه الحسيمه ديالنا، وشكون اللي وقف مجموعه ديال الاشياء عند المسائل التنمويه، ولو المسائل التنمويه الصغيره والمتوسطه، وما نهضروش على المسائل التنمويه الكبار لان كاينين مشاكل اخرى اللي يمكن غادي نهضروا عليها. راني معك، ولكنني ضدك وضد كل من سولت له نفسه ان يمس وحده البلاد، استقرار الوطن، ان يضع يده في وان يستقوي بالجهات الاجنبيه. هذا هو كلامي لك ولاصدقائك اخي الزفزفي. واقول اخي ولو كنا نتخالف في الراي، ولو تبادلنا الشتائم، ولو قلت فيما ليس فيه، ولكنني أنا قلت فيك ما وقعت في الخطأ فيه، وقلت فيك أنكم مستهدفون من قبل المخابرات الجزائرية وكذلك من قبل المخابرات الإسبانية وكذلك من الانفصاليين اللي كاينين أو مجموعة من الفاشلين اللي كيحسبوا راسهم انفصاليين وكيصفيو الحسابات في الصراعات من بينهم. سعيد شعول اللي كيقود حراك نتاع 18 سبتمبر، انت كتعرف مزيان بان عنده صراع مرير مع صديق ديالك، عفوا مع الياس العماري. انت كنعرفوا مزيان من هو المؤسس الحقيقي ديال البام، وهو السي سعيد شعو. راه عندك اصحاب الكغنتاي اللي ما كتعرفوش، راه حتى انا كنعرفو. راه شحال من خطره تلاقينا انا ونجيم الوزاني وهو في ميرادور في الحسيمه، كنعرف مزيان الكواليس اللي كتوقع تما. ولكن لا اريد ان يكون صراع المافيا المخدرات طرفا فيه الحراك والركوب عليه. لهذا ادعو جميع الحسيميين، وادعو حتى الزفزافي ومن معه بان يوضحوا الامور. التمسوا انه عندما تخرجون للمسيرات، وانا لا اقول بان ضد المسيرات، أن تكون مسيرات مرفوعة فيها الأعلام الوطنية المغربية وكذلك أعلام الثقافة الأمازيغية وكذلك أعلام التاريخية للجمهورية 21. ما عندناش مشكل، ما كاينش الفرق. وعلى هذا هنا يجب تفرقة بين المطالب الاجتماعية وما يشوه هذه المطالب الاجتماعية ويجعلها مشكوك فيها. وهنا نقطع اليقين بالشك أنكم وطنيون، وما يكونش بأن العكس كذلك، وأن نجد فيكم من يدس الدسائس للوطن ولا ندري لماذا. لأنني في هذه الأيام قرأت في كلامك حسن النية، خصوصا أنك عندما خرجت وقلت أنك لست بانفصالي،
وهذا الكلام أثلج صدري وصدر مجموعة كبيرة لا تعد ولا تحصى من الأشخاص الذين هم بحولي ويحومون حولي وأحوم حولهم، ليس فقط من بلنصار، الناظور، دريوش، بل من وسط مدينة الحسيمة. ولكن أخي الزفزافي، أدعوك لاختيار الألفاظ، أدعوك لاختيار الألفاظ. نعم، لا تلعب على أحاسيس الغير وتتكلم بألفاظ يمكنها أن تجمع من حولك العديد من الأشخاص، وسيأتي يوما وسينفضون من حولك كما ينجلي الليل من النهار. المهم، كلامي اليوم هو واضح. أدعو جميع الإخوان ديالنا في الريف بأنهم أن تلتحموا لحمة واحدة قصد الاستفادة الجدية والحقيقية من مشروع الميناء الغرب المتوسطي، وأن يكونوا هم المشتغلون في ذلك الميناء، وأن يكونوا هم من يسير الميناء. وعلى هذا يجب أن يقدموا طلباتهم وملفاتهم إلى الإدارة، وهنا يجب أن يشتغلوا بجدية بجدية لتفعيل أشكال نضالية لتضيف على الأقل حتى لا نكون ديكتاتوريين، حتى لا نكون من الأشخاص الذين عنصريين، على الأقل 75% من أبناء الريف في الميناء، وتخفيض نسبة الهجرة التي تهاجر إلينا اليوم. كما قلت لك، ليس هناك فرق بين الناظورة والحسيمة أو الدريوش، ولكن يجب أن نكون أن نتعامل بالمنطق والواقع. وإخواني، أعتذر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.